يا راكبا ولا يعي بحر الخطايا الشرعي عن جرمه لم يقلعي وعينه لم تدمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي أصدقائي، طبعا واحد مطوع يشفط بترول خلف واحد قال له يا مطوع يا انت تشفط بترول مدري ايش. طبعا تجي على غير الله، ربما احتمال ان هذا المطوع هذا يجمع البترول ويكون معه مشوار السفر بعيد او سفر السيء او حاجه لهذا البترول. طبعا وعلى مغرهم يعني ما هوش خلاص، يعني من مقاه مطوع قد مشفط او شيء وانه قصدكم بيشوه بل ايش بالمطاوع. يقعدوا هذه على جنب امور دنيويه وهذه على جنب. طبعا المشايخ اللي هم الملتزمين واللي هم يعرفوا الدين ويعرفوا اللي هو بحق الله ما منعته الدولة يأمر بأمره، لأنه إذا ما تسوي شاقة فيعصي من هو ولي أمره، واللي يعصي ولي أمره يعصي الله. وطبعا هذو ملتزمين وهذا كل شيء. طبعا وثانيا أنا أدي لكم معلومة. مرة وأنا واحد ماشي من المجمع هدي على خلافة على خلافة شخص يدمر واحد بسبب كلمة واحدة. طبعا أنا ركبت مرة واحد من المجمع، ركبت من المجمع لما وصلته بن معيلي آخر نقطة بن اسمه معيلي، هذا اللي آخر نقطة. فأنا رحمت رجال عاقل قد هو، وثانيا ملتعش وياك ونزيه صورتها، يعني انه مليح على صورته انه مليح. انا رجلك وركبكم بالسياره عادي، يعني يقول مرور وهذا كل شيء ما يقفش ابو الزبط. طبعا وصلت لعند بالطريق، سولفنا بالطريق انه واحد منهم اتكلم، قال هو نفسه اتكلم قال يا الله قارين المشاكل هذه وهذه والرواتب ما جاش ومدري مو والله إن زاد الله زين. وقال إن شاء الله يجي الخير، إن جاء إن شاء الله يجي الخير. قال منين يجي الخير والحوثي والجاذا وكل احنا هذا المهم البلاد اللي بعدهم الحوثي هذا يجزع متى. قلت والله لو صدقوا الناس كلهم على كلمة واحدة لا يجزع البلاد كله، سواء علينا أو على اللي بصنعاء. فتكلم بشيء هذا، قال ايش قصدك، يعني ايش المفهوم اللي منك، او انت رجل سياسي او لا حاشا وكلا ولا نقع من هذا اليوم السياسي. والله ما احنا الا مواطنين، واحنا اسمه هذا بعد حالنا مستورين بفضل الله تعالى بشغلنا بكل شيء. طبعا قلت له اخر كلمه، قلت له لو نقول هذه سياسه، لو نقول هذه في علوم السياسة الكبارات اللي لا تعلم انت ولا اعلم انا ولا اعلم ولا ما يديرون الا وهم بوشي شيء طال الحرب هذا وطال كل شيء. يعني الان لنا مده وبصر على ما هو بالنقاط وبصر على ما هو بالهذا. يعني الحمد لله تغير الدولة اللي كان هي الدولة الأول، كم برشوات كم صار الرجال تأثر شوي والضيق منه. طبعا طلعت الفيديو الأول لما قلت من العقال وشان المدري ايش انتهينا. اخر كلمه قلت له احتمال سياسه صنعاء باسم الحوثي من ما هو فاسد قالوا له داعشي. وطبعا هنا من ما هو فاسد اتكلموا معه قالوا له انت حوثي، وهكذا. لما نصلح انفسنا بانفسنا من اجل ايش؟ من اجل العقاب الذي احنا به تفرج علينا وعليه. فالرجل نفخ صيح بعقق احنا دواعش احنا مدري ايش. احنا قلت له لا والله ما قصدي هكذا، بس انت فاهمني عكس. الرجل راكب انايوه معايا الساعه اما اللي يعني قلنا خلص. قلت له اسمع، وديت له الكلام قلت له احتمال
السياسيين يعني أنت تكون مميز الكلام ومميز، ما هو اللي واحد يقوله ما هو. قال أنت من الرجال الذي هم كذا وأنت ده سب قلت له خاف الله يا حاج، خاف الله. أنا ما بلنا أنت الحالنا والله تعالى الذي هو بيني وبينك، والسيارة اللي احنا راكبين به، والسيارة دي اللي مسمى هذه جماد ما عاد هادش، يعني تقول بطريقة إن أنا يعني يتراجع نفسه، يعني ما أكبر الموضوع بدون ما هذا. طبعا خلفنا النقطة الأولى عادي طبيعي، صياحنا يوم مجادلة عاد احنا مكان احنا هذا. رجع لما وصل النقطة الثانية وبسيك لي بالله وقال لي هات ده بطاقتك. ليش؟ قلت له جزا القبيح جزا المليح قبيح. قال هات انت فلسفي انت قلت له حاضر. وده انت اعقل مني وانت لابس المرور ولابس هذا، والله ما ردي لك امر. خلصنا ومضينا على طول لداخل النقطة لعند الفندم الذي هو في النقطة، جزيه الله خير واسأل الله تعالى أن. فدخلت أنا للنقطة وخشفت نفسي، قلت هات يا أبو يوسف والله إنه هي بالداخل والله أعلم كيف، وهذا عسكري وعايز يصدقه وعايز يدرمه. طبعا اللي بالنقطة دخلت قال لي جلس. أنا قلت له حاضر يا فندم. الرجل قال هو قال سبق دقائق أصلا من السيارة وقد لهم كلام مدري. الفندم فهم بأسرع وقت، فقصيت هكا حاجة بسيط. والرجل قال خلاص أنا أمشي لي. قلت له اسمع هو عندكم هذا اللي يفعل الجمال للإنسان ويسوي هذه الحركة. قال الفندم جلس. أنا قلت يا فندم قسما بالله هذا باطل بعد العرش. أنا ذيك اليوم حسبت نفسي إننا ما عاد خارج من يعني قاهي صيح فقط. كم فعال ايش. طبعا صاحب الحق ما يتراجع. وصلى الله تعالى ان يثبتنا على الحق وعلى المشاهدين ان يكونوا يعملوا بالشيء الذي يرضي الجميع من اجل المحافظه على نفسه ومحافظه على الدوله ومحافظه على كل ما هو يلزم. يعني مثلا لا يجيب افتراء، لا يجيب شيء، لا يجيب تهيئات، لا يجيب حاجات بلاوي، لا يجيبش الشيء الذي يغضب الله تعالى ويغضب الدولة. طبعا العسكري فندم جربز البطاقة قال هذه البطاقة. قلت له ايوه. شغال وين؟ قلت له مكان محلي كذا في مأرب كذا. قال تمام خلاص. تلفونك؟ تقول له تلفوني. قلب دق قال لي روح لك. أنا ذيك الساعة الفجأة الكبرى الذي تخيلت قلت ايش اروح لي. قال روح لك. راكب صايح مرة ثانية ولا قلت اسمع فندم هل أنا غلطان؟ قال لي روح لك. لا عاشر مني جواب ولا عاشر مني أي كلام. فهذه كل يوم بدل ما كانت أسوأ يوم عندي والله رجعت أحسن يوم عندي في الحياة. فقلت الحمد لله الذي عد من له القدرة وله العدل وله الشيء التميز بالشيء الذي يضر الآخرين. والحمد لله وخرجت. والمشاهدين لا يتعصبوا مع من يكون هو له رأي ثاني وعنده تجي تجادله بشيء هو عكس. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ كل من هو مستضعف على ما لقينا، ويعز بلادنا بالخير والأمان ونفتح المشاريع ونفتح شيء ما هو يفيد لا دنيا وآخرة. والسلام عليكم.